صوت مربع ذهبي هيوقف كل الصفقات اللاعبين الخاصه بيه. كلامهم معناه ان مفيش مفاوضات مع نادي الشرطه. لا نادي الشرطه ما قالش كده. لا بالفعل قصدك لا نادي بالعكس، احنا طلعنا بيان ان احنا بنحترم نادي الشرطه ومنتظرين بعد يوم 16 اعتقد المباراه اللي بيننا وبين الشرطه. كان هيبقى في نظام في الوقت ده عشان كان رقابتي او 14 حدوديا، لكن انا بقول اهو كلام واضح. احنا بنحترم كل ده. نخبط على الباب بيتفتح اهلا وسهلا، ما بننطش من شبابيكي على ما بنقولش للعيبه ده النادي مفلس ما بيديش خلاص، النادي فيه فلوس قبل فيه فلوس. فلوس البنك طبعا عشان الشباب. نعم؟ فلوس البنك عشان لا البنك ما بيدينيش، هو البنك ما ادانيش، ده البنك بيمول العدو لاي جديد. لكن بقول تاني اهو كل اللي حلم بيه جماهير الزمالك احلام يقظه واحلام منام من اللعيبه انا جبتها. ده في حلم يمكن توقف المفاوضات ما بين الاهلي واحمد حسن ميدو، واحمد حسن يمكن من اللعيبه المميزين وكانوا عشان في كلام مع نادي الزمالك ده ممكن يفتح قناه مفاوضات ثانيه. والله لو ميدو احمد الاستاذ احمد حسام عايزه اللي عايز احمد حسام. والاول احمد بقول لك مفيش يا كريم مفيش لاعب احنا حطينا عينينا عليه هنجيبه او جبناه الا اذا كان احمد حسام كاتب ورقه وماضي.